بحبك يا بلدي واحبك يا نيل، يا ابو الخير وفايض دول العليل. بحبك مراكب بتمشي في مواكب وميه بتضوي في شمس الاصيل. بحبك يا بلدي يا ارض الجدود، يا اصل الحضاره، يا عزه وصمود، ومن غير اماره يا فخر ومناره، ومن غير حدودك ملياش وجود. برحب بحضراتكم تحت تقدير مني ومن زملائي فريق العمل في برنامج فيها حاجه حلوه. النهارده هناخدكم في جولة افتراضية لواحد من أهم المعابد المصرية، وهو معبد أبو سمبل اللي بيقع على بحيرة ناصر حوالي 290 كيلو جنوب غرب أسوان، وهو أحد مواقع الآثار المصرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. كانت الرمال بتغطي هذا المعبد لحد سنة 1813 لما تم اكتشافه عن طريق أحد المستشرقين السويسريين، وبدأ يظهر للعالم والناس بتركب آلاف الأميال علشان تزور هذا المكان. ياخدنا معاكم في هذه الجولة الافتراضية الضيف العزيز المرشد السياحي الأستاذ محمود كمال. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ محمد، وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله حلقة جميلة يا رب إن شاء الله. بنبدأ وكالمعتاد بفقرة فيها حاجة حلوة. طبعا يعني خارجين من رمضان وما زلنا في أجواءه. التحالف الوطني عبر صناع الحياة مصر توزيع 170 ألف وجبة ساخنة و70 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية. أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن الاحتفال بلمة العيلة أو لمة الصعايدة من المتطوعين من محافظات الصعيد من بني سويف حتى أسوان بما يقرب من 700 متطوع، حيث قاموا بتوزيع ما يزيد 170 ألف وجبة غذائية ساخنة، بالإضافة إلى 70 ألف كرتونة تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. بالتأكيد النشاط الاجتماعي والإنساني في رمضان مظهر من مظاهر التكافل اللي كلنا بنهتم بيه. على فكرة كمان هم ما وزعوش جوه مصر بس، كان في نصيب لأهل غزة من هذه المنح والمتطوعين اللي كانوا بالمئات اللي اشتغلوا في هذا المشروع. كل الشكر والتقدير لهم. أستاذ محمود، ازاي بتشوف هذا العمل التطوعي التكافلي خلال أيام الشهر الكريم؟ تعودنا في مصر على هذا العمل من سنين طويلة، وده بيدي يعني شكل للمجتمع المصري، ازاي بيتضامن في الوقت اللي احنا فيه موجودين في شهر رمضان، تكافل رائع جدا طول الشهر. الحمد لله. بنروح للفقرة التالية وبنقدم فيها واحد من التقارير عن واحدة من أهم الشخصيات النسائية في مصر رحمة الله عليها، العالمة سميرة موسى. الدكتورة سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية، ولدت عام 1917 في قرية سمبو الكبرى بمركز زفتة غربية. التحقت بمدرسة أولية وحفظت أجزاء من القرآن، وكانت تهتم بقراءة الصحف. كان والدها يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة، فانتقلت معه إلى القاهرة والتحقت بمدرسة قصر الشوق الابتدائية، ثم مدرسة بنات الأشراف الثانوية، والتي قامت على تأسيسها وإدارتها السيدة نبوية موسى. حصلت سميرة على المراكز الأولى في جميع مراحل تعليمها، وكانت الحكومة تقدم معونة مالية للمدرسة التي يخرج منها الأول، ما دفع ناظرة المدرسة إلى شراء معمل خاص حينما سمعت أن سميرة تنوي الانتقال إلى مدرسة يتوفر بها معمل. ومن فرط نبوغها قامت بإعادة صياغة كتاب الجبر للصف الأول الثانوي، وطبعته على نفقة أبيها ووزعته بالمجان على زميلاتها. اختارت سميرة موسى كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول، رغم أن مجموعها كان يؤهلها لدخول الهندسة، حيث لفتت نظر الدكتور علي مصطفى مشرفة، أول مصري يتولى عمادة كلية العلوم. تأثرت به كثيرا من الناحية العلمية والشخصية، وهو من دافع عن تعيينها بشدة وتجاهل احتجاجات الأساتذة الأجانب بعد أن حصلت على المركز الأول على دفعتها وعينت معيدة بكلية العلوم. حصلت على الماجستير في التواصل الحراري للغازات،
ثم انتقلت إلى بريطانيا لدراسة الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتوراه في الأشعة الثينية وتأثيرها على مختلف المواد، وأنهت الرسالة في 1.5 عام. وقضت السنة التالية في أبحاث توصلت من خلالها إلى معادلة تمكن من تفتيت المعادن الرخيصة كالنحاس لصناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع. استجابت لدعوة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1952، حيث أتيحت لها الفرصة لإجراء أبحاث في معامل جامعة سانت لويس، وتلقت عروضا للبقاء هناك لكنها رفضت. وقبل عودتها بأيام وفي 15 من أغسطس لقت مصرعها وهي في طريقها إلى كاليفورنيا، حيث صدمت سيارتها شاحنة ألقت بها في واد عميق، وقد تمكن زميلها الهندي سائق السيارة من النجاة واختفى إلى الأبد، ما أثار لغزا حول وفاتها لم يجد حلا حتى اليوم. منحت مصر ابنتها العظيمة الدكتورة سميرة موسى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1981، كما أطلق اسمها على بعض المدارس. برحب بحضراتكم. رمسيس الثاني كان واحد من أقوى الملوك المصريين اللي ما زالت سمعته يعني قائمة حتى اليوم كواحد من أهم الناس اللي حكموا مصر. رمسيس الثاني خلال فترة حكمه شرع في بناء العديد من المباني المعمارية الضخمة، معابد، أشكال كثيرة من البناءات اللي عملها رمسيس الثاني ما زالت بتشهد على عظمة مصر في هذه الفترة. كان كمان بيهتم بالبناء في منطقة النوبة سواء السفلى أو العليا علشان يبهر النوبيين بعظمة مصر وقوتها عشان يفضلوا تحت سيطرته. فراح هناك عند الشلال النيل الثاني على الحدود بين النوبة السفلى والعليا، وعمل معبد ضخم جدا بنطلق عليه اليوم معبد أبو سمبل. هو مقسم من الداخل إلى عدة أشياء. هنعمل له جولة افتراضية النهاردة من خلال ضيفنا الكريم أستاذ محمود كمال اللي برحب بيه مرة تانية. أهلا أهلا. واختيار معبد أبو سمبل هو اختيار رائع جدا ولا تنتهي الكلام عنه. صحيح. طيب نبدأ بالحديث عن سبب الإنشاء وسبب التسمية. بالنسبة للإنشاء طبعا احنا عارفين ان رمسيس الثاني وهو بيحكم مصر بيحكم مصر العليا ومصر السفلى، ولذلك احنا لقينا ان رمسيس الثاني في كل مكان محتاج يضع بعض النقاط الأمنية. كان لازم يبقى فيه برضو نقاط يعني معابد سواء جنائزية أو معابد حياتية موجودة في نفس الأماكن. فاختيارهم للمكان ده اللي هو قعدوا يبنوا فيه 21 سنة كان اختيار رائع جدا، لأن احنا بعد كده كان الإنشاء دليل زي حكمة تفضلت وقلت إن هم كان لازم يحافظوا على مصر العليا، وكان في بعض الأوقات بيبقى فيه بعض المطامع اللي جاية من خلال النوبة أو السودان أو أفريقيا كمان، فكان لازم يبقى عندنا حماية لمصر العليا. ولذلك المعبد هنا على أرض مصرية بيحافظ على حدود مصر، وده كان مهم جدا. صحيح. سبب التسمية؟ التسمية ان احنا في لما يوكو هارت الراجل السويسري اللي درس في فرنسا وراح لانجلترا واشتغل في انجلترا، ومن ضمن شغله كان في الجمعية الأفريقية، فكان كلف ان هو يروح يشوف ايه الثراء اللي موجود في افريقيا ويطلع عليه ويبقى من ضمن الاماكن اللي زارها كان اسوان وابو سمبل. واللي عرفه مكان المعبد كان طفل اسمه ابو سمبل، طفل صغير، طفل مصري نوبي، هو اللي عرفه بالمكان، وبالتالي هو شاف الكلام ده في 1813 وتم اطلاق اسم ابو سمبل على المعبد نسبة لهذا الطفل. تمام. نروح للنواحي الفنية في هذا العمل الفني المعماري الضخم جدا والواجهة الضخمة المشهورة جدا في العالم،
واجهة المعبد بالتماثيل الأربعة والتماثيل الصغيرة اللي موجودة قدامه، حاجة مهولة. كيف نصف فنيا الشكل، أو كيف تصف للسائح مع حضرتك الشكل العام للمنظر الخارجي؟ كل مرة بنزور المعبد يتجدد الإحساس والشعور بالفخر إن إحنا قدام معبد عظيم جدا. المعبد ارتفاعه حوالي 38 متر، ارتفاع التماثيل 20 متر. تماثيل 38 متر دي بقى تقريبا يعني كام دور يعني؟ إحنا بنتكلم تقريبا في حوالي 10 أدوار أو أكتر أو أكتر بالظبط كده. بنتكلم في واجهة المعبد هي بالظبط زي واجهة المعابد الأخرى، ولكن ده حصل ان المعبد ده من المعابد القليلة جدا اللي تم نحتها في الصخر. فيختلف المعبد اختلاف كلي وجزئي عن بقية المعابد، على الرغم ان من نفس العناصر اللي هي موجودة في المعابد. المعبد زي حكمة بنقول ان هو 4 تماثيل ضخمة جدا لرمسيس الثاني جالس على العرش، ايديه الاتنين مبسوطتان، وده دليل على السلم، وان هو في الفترة دي مش قاعد الجلسة اللي هي جلسة محارب، بيبقى طابق على ايد الشمال وباسط ايده اليمين، فده السلم والقوة في نفس الوقت. انما هنا دي فيها بساطة. التمثال يمكن نلاقي تمثال من ضمن التماثيل، راس تمثال وقعت ايام رمسيس الثاني ولا زال لحد النهارده. في جزء التمثال الثالث من اليسار بالظبط كده مش موجود. الراس دي موجوده على الارض بالجزء اللي هو التاج. ده في عمليه النقل ولا قديما؟ لا ده قديما. طب ليه ما تركبتش؟ لا ما كانش تنفع تتركب، لان هو برضو نوعيه الحجر الرملي نفسه ما ينفعش ان كانت تترمم، او لازم كانت حاجه تمسكها يعني، فحاطينها بنفس الوضعيه. زي ما هي زي ما نقل المعبد كما وجد تم نقله زي ما هو. هنتكلم على موضوع النقل في نهايه الحلقه، لكن بنروح للجزء الثاني. المعبد مقسم في المعبد الكبير والمعبد الصغير. نبدا بالمعبد الكبير. سبب إنشاء هذا المعبد الكبير ولمن كرس، والأوصاف الفنية بداخل هذا المعبد. لما بنتكلم عن معبد أنشأه رمسيس الثاني للآلهة المصرية القديمة، الآلهة المهمة زي الإله رع حور أختي، اللي هو موجود حتى فوق مدخل المعبد، في تمثال ليه للحورس، وفوق دماغه قرص الشمس، وهنا بيمثل رع حور أختي. لما بشوف رمسيس الثاني فوق المدخل بيقدم ماعت اللي هي ريشة العدالة للمعبود رع حور أختي. لما بشوف فوق المعبد فوق المدخل نفسه كمان الألقاب الخاصة برمسيس الثاني. المعبد هنا ده مكرس لأكثر من إله، يعني موجودين كلهم داخل المعبد، وخاصة لما بتكلم على آمون رع اللي هو في هذا الوقت هو الإله أو المعبود الأشهر اللي موجود على مستوى مصر شمالا وجنوبا. لما بتكلم على الإله بتاح اللي هو إله الظلام، وكان مسؤول عن الناس اللي بيشتغلوا في صناعة التماثيل والمعابد، والعمال نفسهم اللي بيصنعوا ده كان هو المسؤول عنهم. ولما بتكلم كمان في بعد كده لما نوصل لمرحلة داخل المعبد نخش في تفصيلة أكتر خاصة بالله بتاح نفسه. تمام. المعبد الصغير برضو سبب تسميته والتكريس بتاعه، ليه سموه معبد حتحور ونفرتاري؟ حتحور معبودة مهمة جدا، هي زوجة حورس، وهي حماتها أشهر إلهة موجودة، إلهة إيزيس. فحتحور ليها مقصورات كتيرة جدا على مدار التاريخ بتكرس من خلال الملوك تلبية لعظمة هذه السيدة أو لعظمة هذه الإلهة يعني. لما موجود الإلهة حتحور، الإلهة حتحور ليها شكل آدمي وليها شكل حيواني. الشكل الآدمي هو الشكل الإنساني اللي احنا عارفينه، ودايما في إيديها الأدوات الموسيقية اللي بتستخدمها دي دايما رمزي ليها يعني. تاني حاجة لما بنشوفها في شكل البقرة، وشكل البقرة يمكن لحد النهاردة في الريف ما ينفعش حد من السيدات يعني يحلب بقرة إلا لو تعاطفوا سوا، يعني هي بتشم في علاقة يعني. في علاقة، أو فتشم في طقسة حتى بتعملها الملكة
ان البقره بتشم ايديها الاول عشان تستشعر العطف والامان. لما بتحس بده بتسمح لها ان هي تبدا يعني تحلب اللبن، وده رمزيه يعني مهمه جدا ان هنا الالهه راضيه تمام الرضا عن نفرتاري. ايه الفروق الفنيه اللي موجوده ما بين المعابد اللي في ابو سمبل والمعابد المصريه بشكل عام؟ هنا في فرق موجود. التتويج مثلا في معبد الخاص بالله حتحور او نفرتاري، التتويج الخاص بيها بحتحور نفسها، انا اسف، التتويج الخاص بالملكه نفرتاري بتتوج من خلال الهتين مشهورتين جدا اللي هي ايزيس وحتحور. يعني الاثنين بيتوجوا نفرتاري، وده طبعا ما كناش بنشوف التتويج للملكه زوجة الملك. فده حبا من رمسيس الثاني لزوجته اللي هي نفرتاري طبعا، اللي كتب على المعبد من بره ولا زال الكتابه موجوده ان هو بنى هذا الصرح وهذا المعبد لجميله الجميلات او للسيده التي تشرق الشمس من اجلها. الى هذا الحد كان رمسيس الثاني بيقال ان كان في يعني ثمة صراع يعني انساني خفيف كده لطيف ما بين نفرتاري ونفرتيتي. دي فترة تختلف تماما بالظبط، لان الفترتين مختلفتين كانوا في اعقاب بعض. دي أسرة 18 نفرتيتي واخناتون، انما نفرتاري الوضع يختلف تماما في الأسرة 19. الأسرة 19 رمسيس الثاني كان شاف وتعلم برضه من والده سيتي الأول، وطبعا تحتمس الثالث في أسرة 18 كان مصر وصلت لإمبراطورية. لما جه رمسيس الثاني كان ماشي في نفس الخط، ان مصر تظل امبراطوريه ويحافظ عليها، وبالتالي هو فعلا حافظ عليها. انما لما بنتكلم عن نفرتاري ان هي بتعرف اكتر من لغه، لما بنتكلم عن نفرتاري اللي هي زوجه من ضمن 67 زوجه لرمسيس الثاني طبعا. لما بنتكلم على ان هي كانت هي الوحيده المفضله على كل النساء اللي ظهروا في حياة رمسيس الثاني، فهي لها خاصية مختلفة. وده لما عمل لها المعبد اللي هو المعبد الصغير أو معبد حتحور أو معبد نفرتاري، ولما عمل لها المقبرة الخاصة اللي هي أجمل مقبرة لحد النهارده اللي في وادي الملكات، اللي وادي الملوك والملكات. يعني الحقيقة الألوان لحد النهارده لما حضرتك بتزورها كأنك الناس لسه مخلصين امبارح يعني. صحيح. من أروع المزارات في معبد أبو سمبل قاعة الأعمدة المزينة بأعمدة مجسمة، منظر في منتهى الروعة في منتهى الجمال. القاعة دي إيه اللي موجود فيها، وبتقولوا إيه للسياح لما بتخشوها؟ إحنا لما بندخل الأول من الصرح الخاص بالمعبد اللي هو فيه تمثالين لرمسيس الثاني على اليمين وتمثالين لرمسيس الثاني على الشمال. قبل الدخول احنا بنشوف ان رمسيس الثاني قاعد على كرسي العرش، الجانب الشمالي موجود الأسرى الآسيويين، والجانب الجنوبي موجود الأسرى الأفارقة. ده دليل ان هو كان بيحكم مصر بقوة وقادر يسيطر كمان على كل الشمال والجنوب، او قادر يسيطر على الدول اللي هي على حدود مع مصر. يعني ده قبل الدخول للمعبد نفسه. لما ندخل المعبد نفسه بنشوف القوة اللي هي خاصة بالملك رمسيس الثاني مجسمة فعلا من خلال النحت اللي موجود، 4 أعمدة على اليمين و4 أعمدة على الشمال، ومن نفس النحت شايفين رمسيس الثاني ساند على الأعمدة. تمثال أو تماثيل في شكل الأوزيري اللي هو الإله أوزوريس. منظر رائع جدا، قوي جدا بهذا الارتفاع بهذا الحجم. ازاي يعني يمثل رمسيس الثاني حاكم للشمال وحاكم للجنوب، حاكم للأراضي كلها، مصر العليا ومصر السفلى. ده دليل على قوته وحكمه. الصالة الثانية اللي بعدها بنشوف ان هو في 4 أعمدة تانيين، فاجمالي الاعمده احنا عندنا 8 أعمدة في الصاله الكبيره الاول، وبعدين الصاله الاصغر اللي جوه 4 أعمدة ده 12 عمود، ليها اكتر من دلاله. اذا كنا بنتكلم كدلاله على السنه او بنتكلم دلاله على الساعات ال 12، فهي برضو كانت مهمه جدا تمثيل عدد الساعات. استاذ محمود، الاحتفال بظاهره تعامد الشمس بتحصل مرتين في السنه، بيجي لها
آلاف السياح من جميع أنحاء العالم، بيبقى حدث إعلامي وسياحي عالمي. كلمنا عن هذه الظاهرة وإزاي دقة المصريين القدماء في عمل التعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل في تواريخ محددة في السنة ما بتتغيرش. طبعا ده اول ما حضرتك بتتكلم على الموضوع ده بالذات يبقى احنا بنتكلم على علماء الفلك المصريين القدماء، وهم برعوا في كل حاجه وخاصه الفلك. اختيارهم للمكان ان يعني ينحت المعبد في الجبل بهذه الضخامه، وبعد كده المكان الاصلي قبل ما يتم نقل المعبد الشمس تخترق من نقطة صغيرة جدا اللي هو الباب اللي بين الصرح، باب صغير، وتخش لجوه في العمق، وتدخل، وبعدين لما تدخل وتخترق وتعدي من الصالة اللي هي فيها صالة الأعمدة ال8، وبعدين تعدي من الصالة الثانية اللي هي فيها ال4 أعمدة إلى أن تصل إلى قدس الأقداس اللي هي في 4 تماثيل. ال4 تماثيل في الآخر خالص الشمس هتوصل في يومين محددين لل4 تماثيل. المسافة كام متر بقى من بره لحد جوه لحد نقطة الإضاءة اللي احنا شايفينها في الشاشة؟ بنتكلم في حوالي يمكن حوالي 100 متر تقريبا لحد لما نوصل لحد قدس الأقداص لحد الآخر خالص. الشمس ماشية في خط مستقيم بتوصل في الجزء ده بالتحديد. وبعدين العبقرية يعني الحاجة لما تتخيل انت هي بتبقى يوم ميلاد الملك ويوم تتويجه. دي نظرية بتقول ان يوم ميلاده ويوم تتويجه، انما في نظرية تانية بتقول ان اليوم الاصلي اللي هو كان 21 اكتوبر و21 فبراير اللي هو بيتغير مع نقل المعبد، بيبقى 22 اكتوبر و22 فبراير، ده بسبب النقل وارتفاع المعبد عن مكانه في الستينات. انما النظريه الثانيه اللي بتقول ان التاريخين دول مهمين جدا ل 21 اكتوبر، ان الفيضان فيضان النيل لما كان بيجي من افريقيا كان بيوصل في شهر 7، بيوصل مصر في شهر 7، وكان النيل لما بيجي الفيضان بيقعد يمكن لحوالي 15/9، حوالي شهرين. وبعد الفيضان ما بيوصل كانت الزراعه ما يقدروش يزرعوا بسرعه، كان لازم يستنوا لما الارض تتشرب الميه فينتظروا بدايه الزراعه. يعني هنا انا عندي فيضان، ده بدايه اكتوبر، وبعد يعني التاريخ كان مرتبط بالعوده بالزراعه والفيضان، وبعد 4 شهور بيتم جمع المحاصيل. يبقى ده تاريخين مهمين جدا، فيضان وزراعه وجمع المحاصيل. تمام. عايز اتكلم بسرعه على الشمس لما تدخل لقدس الاقداس اللي فيها ال4 تماثيل، الاقي ان رمسيس الثاني قاعد في النص بنفس مستوى الالهه، بنفس الارتفاع، يعني هو اصبح معبود زي اللي موجودين. يعني الاقي على يمينه امون رع، ولاقي على شماله رع حورختي اللي هو مكرس ليه المعبد. بس رع حورختي هو الاله اللي ليه رمزيه رمز ليه باليوم الفلكي. اليوم الفلكي انا بتكلم فيه ان عدد ساعات الليل تساوي عدد ساعات النهار. ايوه، حضرتك شوف العبقريه بتاعه دخول الشمس، لما تدخل على نص التمثال بتاع رع حورختي، فبالتالي نص مظلم ونص مضيء. هو ده اليوم الفلكي بالتحديد. فالمصري القديم عرف اليوم الفلكي، عرف ازاي يضع يعني التماثيل في هذا المكان عشان يقسم شمس، لما توصل تقسم نص التمثال نص ظل ونص شمس، وبعدين تيجي على التمثال الاخير اللي هو الرابع الخاص بالاله بتاعه ما توصلش خالص لان هو اله للظلام، فبالتالي ما كانش ينفع الشمس توصل له. فدي عبقريه. بس برضو مين اللي اكتشف فكره تعامد الشمس؟ احنا كان عندنا كاتبه، يعني كاتبه انجليزيه اسمها إيميليا إدوارد، ودي مولوده في 1831 وماتت 1892، وكانت يعني كاتبه وعالمه وعاشقه المصريات. وكانت هي في زياره للمعبد، وفعلا يعني شافت بالصدفه اكتشفت دخول الشمس، فبالتالي بدات تلاحظ الكلام ده، وبداوا يعني فعلا ده الاحتفال بيه، وهي اول واحده كتبت في الكتاب بتاعها. انا بشكر حضرتك على الجوله الافتراضيه، لكن قبل ما نختم حلقتنا لازم
نوري الناس قد ايه المصريين برعوا في الستينات ان هم طبعا بالمشاركه مع بعض الجهات الدوليه ان هم ينقلوا هذا المعبد لما تعرض للغرق لمكان اخر بنفس التفاصيل وبنفس الدقه وبنفس المقاسات، وعملوا لنا تحفه معماريه جديده. كيف كان موضوع النقل؟ موضوع النقل كان صعب جدا جدا، لان كان قبل ما يوصلوا ان هم هيتنقل ازاي جات افكار كتيره جدا ومن مهندسين على مستوى العالم. طبعا سبب النقل هو مساله يعني اغراق المعبد بمياه النيل، لان احنا بالظبط يعني بعد سد اسوان العالي والسد العالي انشاء السد العالي هتغرق كل المعابد اللي موجوده في منطقه النوبه، فبالتالي كان لازم يعني يشوفوا اي وسيله ازاي ينقذوا بيها المعبد. وسائل كتيره اتقالت ونظريات كتيره اتقالت، ما كانش فيه ولا نظريه من النظريات اللي اتقالت ملائمه ان هم يحافظوا على المعبد. الحجر نفسه عشان يتقطع ويتنقل ده حجر رملي. الحجر الرملي يعني ممكن يفتت، فبالتالي مناشير مخصوصه للقطع. تاني حاجه كل قطع بيحصل بيقطع من اماكن ما فيش اي حاجه تشريحيه للجسم. يعني الوجه مثلا ما يقطعش ابدا من منتصف الوجه، لا بيقطع من الخلف، من خلف الوجه عشان يحافظ على النواحي التشريحيه. الركبه بتاعه الرجلين يقطع من قبل، من فوق او من تحت، بحيث ان التشريح طبعا لازم يكون في دقه في التعامل مع عمليات القطع وبعدين عمليات الشيل والنقل والتركيب مره ثانيه. كل حاجه كانت مساله يعني اتقلت، خدت وقت كبير عشان تقطع. وكمان بعد التقطيع وبعد ما نقلوا وكل ده اترقم عشان ازاي يرجع تاني والاسقف ترجع اماكنها تاني زي ما كانت. فعمل جبار جدا يعني يضاهي يعني عايز اقول الشغل اللي اتعمل اول مره بيتعمل لتاني مره بطريقه لم نفقد المعبد. المعبد اتعمل قبه خرسانيه. النهارده لما بنزوره محدش يقدر ياخد باله ابدا ان دي قبه خرسانيه، باين قوي ان هو يعني طبيعي، معبد ابو سمبل يعني هو دليل على عبقريه المصري قديما وحديثا، وهو متحف الاعاجيب على ضفاف النيل، واحد من الاماكن اللي لازم كلنا كمصريين نزورها، لان الاجانب بيجوا يقطعوا الاف الاميال علشان يزوروا هذا المكان الرائع الجميل اللي بيورينا مدى ابداع المصري وقدرته المعماريه والفلكيه والكثير من العلوم اللي برع فيها. أنا بشكر ضيف البرنامج المرشد السياحي الأستاذ محمود كمال، شكرا جزيلا لحضور حضرتك والجولة السريعة دي. شكرا، ودايما اختيارات موفقة جدا. ربنا يخليك فندم، شكرا جزيلا. نهاية أعزائي المشاهدين نشكر ضيف البرنامج وحضراتكم على المتابعة، وأشكر زملائي فريق العمل في استوديو 32. إن شاء الله الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن حلقة جديدة من فيها حاجة حلوة.